السلام عليكم. كتير من الناس بيخاف من مقاومة الأنسولين وده لأنهم مش عارفين إزاي بتتكون مقاومة الأنسولين أو إيه هي مقاومة الأنسولين. فمقاومة الأنسولين بتحصل لما الإنسان بياكل أكتر من احتياجاته، وبالتالي الكميات الزيادة دي بتتخزن في الجسم في صورة دهون، ويفضل الجسم في المرحلة دي يفضل يخزن طول ما الإنسان بيستهلك أكتر من احتياجاته. فبيوصل لمرحلة إن أماكن تخزين الدهون بتتملي، واللي بيقوم بالدور ده هو الأنسولين. زي ما احنا عارفين إن الأنسولين دوره في الجسم إنه يدخل الجلوكوز جوه الخلايا، وكمان بيبني العضلات، وكمان ليه دور في تخزين الدهون. فلما مخازن الدهون بتتملي، ساعتها الأنسولين ما بيخزنش بسهولة في نفس الأماكن، بيحتاج لمجهود أكبر. زي مثلا لما يكون عندنا غرفة وإحنا حاطين فيها صناديق كتير قوي، ومفيش مكان زيادة إن إحنا نخزن فيه الصناديق دي، فبالتالي محتاج مجهود أكبر إنه يرجع تاني يرتب الصناديق دي عشان يلاقي أماكن جديدة. فبالتالي محتاجين كمية أنسولين أكبر علشان يخزن نفس كمية الدهون اللي كان بيخزنها قبل كده، ويفضل الجسم يزود كمية الأنسولين ويفرز أنسولين أكتر، لأن مفيش أماكن لتخزين الدهون. فبالتالي كمية الأنسولين الأولانية ما بتكونش اللي كانت بتطلع في الأول، ما بتكونش مؤثرة، واحنا كده بنجهد البنكرياس انه بيطلع كميات كبيرة جدا من الانسولين. ولو فضل الانسان بنفس الطريقة يستهلك كميات كبيرة من الطعام ويفرز كميات كبيرة من الانسولين، ده بيأثر على البنكرياس وبيتسبب في الاخر ان الانسان يصاب بمرض السكري من النوع التاني. لكن الموضوع مش محتاج كل الخوف ده، لأنه بمنتهى البساطة لو الإنسان فقد من وزنه، رجع تاني للهيلثي لايف ستايل، رجع تاني ياكل باعتدال وقلل كميات الطعام، فبالتالي بيرجع تاني حساسية الأنسولين، طالما إن هو لسه ما وصلش درجة إنه يصاب بمرض السكري من النوع التاني. لكن طول ما في مقاومة أنسولين نقدر نرجع تاني للحالة الطبيعية للجسم، بمجرد إننا نقلل من وزننا ونرجع لأسلوب الحياة الصحي. وأعراض مقاومة الأنسولين هي ارتفاع في سكر الدم الصائم أكتر من 100 ملي جرام بر ديسيليتر، وإذا كان محيط الخصر عند السيدات أكتر من 89 سنتيمتر وعند الرجال أكتر من 102 سنتيمتر، ووجود زوائد في الجلد أو لون داكن في الرقبة من الخلف، والإحساس الدائم بالنعاس والانتفاخات أو الغازات بعد تناول الطعام.